من فضل الله علينا سبحانه وتعالى جبنا جوز الكينج دوت. الجوز دوت سبحان الله يعني. يمكن لاحظت ان لما جبته النتاية نزلت ديدان وخدت الجرعة التانية بعد كده بعد 14 يوم من الجرعة الأولانية. سبحان الله الجوز أول ما طلع الحمد لله لقيته محصن. تعالي كده، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. جوز حمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي متابعينا على القناة، تحياتي للجميع. النهاردة انا جبت مجموعة حمام جديد. طبعا كل ما بدخل الغية بتاعتي مجموعة حمام جديد لازم افرج السادة المشتركين في القناة على الحمام الجديد عشان يعرفوا التطورات اللي بعملها دايما عندي في الغية بتاعتي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونصلي على سيدنا محمد قبل ما نبتدي، ونبدأ بأول فرد معانا. أول فرد معانا يا جماعة الفرد السبلاش دوت. النمس ده ذكر ما شاء الله، مستوى جامد. بسم الله الرحمن الرحيم، مستوى قوي جدا ما شاء الله. اللي يشوفه من بعيد يقول عليه اصفر، يعني اللي ما يقربش ويدقق فيه هيختلف في لونه. بسم الله ما شاء الله، ده ذكر قوي مستوى جامد. ده جبته وجبت له نتايه حمراء هفرجها لحضراتكم دلوقتي عليها. طبعا خلوا بالكم احنا لما بنجيب حمام جديد بندي جرعه الديدان وبنحصنه قبل ما نطلعه الغيه بتاعتنا عشان لو حامل اي مرض زي ما احنا عارفين. كمان في نقطه مهمه لازم حضرتك تاخد بالها عند دخول الحمام الجديد، ان انت تدخل الحمام الجديد في عين نظيفة ومطهرة، وكمان تقضي على حشرات الريش لو موجودة عندك. نشوف النتاية بتاعته. بسم الله ما شاء الله، دي النتاية يا جماعة ما شاء الله، نتاية مخروطة والريش بتاع الرقبة بتاعتها بيقلش. بسم الله ما شاء الله، نتاية جميلة مستوى كويس. ربنا ان شاء الله يبارك لنا ويبارك لكم. نتفرج ان شاء الله على فرخهم بعد كده. ما شاء الله، متنساش تصلي على النبي. تالت فرقه معانا الطيره ديت، نتايه بيضه ما شاء الله، نتايه شغاله كبيره، كركها مقفوله اهيت ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. الحمام الجميل دي انا جبتها للذكر الاصفر الكبير بتاعي عشان خاطر اريح النتايه السوداء اللي معاه. كده ربنا كرمنا ان شاء الله. نقول بسم الله ما شاء الله، عندنا دلوقتي 3 جواز نمس ونتايه زياده. دايما انا بحب اخلي من كل نوع عندي نتايه زياده دايما، بحيث ان في وقت من الاوقات بحب اريح النتايه الشغاله واطلعها تاخد ريست وافرخ نتايه تانية مكانها، بحيث ان انا مرهقهاش وفي نفس الوقت اجرب ان انا اطلع الوان تانية من الحمام بتاعي. نروح بعد كده نشوف جبنا ايه تاني. طبعا كل ما بتزود حمام عندك هتحتاج حضانات زياده. يعني من المعتاد ان كل جوز حمام من حمام الزينة بيحتاج 3 جواز حضان زيادة. عشان كده انا جبت جوز زواجل عجبوني بسم الله ما شاء الله، اشتريتهم. جوز جمال ده الذكر ما شاء الله، ذكر ازازي وانتهى مفصصه اهيت بسم الله ما شاء الله، حمامه جميله. ودولا جبتهم من صديق ليا كانوا شغالين عنده، بحيث ان انا امن برضو الحمام اللي انا جايبه، بحيث لو باض يبقى مركنش البيض فتره طويله في التلاجة او اسيبه في الحر دوت ان هو يبوظ. عشان كده لازم يكون في حضانات جاهزة. من فضل الله علينا سبحانه وتعالى جبنا جوز الكينج دوت. الجوز دوت سبحان الله يعني. يمكن لاحظت ان لما جبته النتاية نزلت ديدان وخدت الجرعة التانية بعد كده بعد 14 يوم من الجرعة الأولانية. سبحان الله الجوز أول ما طلع الحمد لله لقيته محصن. تعالي كده، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. جوز حمام جميل، مستوى كويس مش وحش. ربنا سبحانه وتعالى كرمني ان هم حصوا اول ما طلعوا فوق الغيه. يمكن تاني يوم بعد ما حطيت الطاجن وفي التمليح لقيت النتايه
بيضة، حتى انا فوجئت انها يعني حصت البيضة. ربنا ان شاء الله يطرح لنا ولكم البركة في حلالكم. تعالي كده بس، انا عاوز ايه الناس تبص عليكي وانت واقفة، ما تستعجليش، هترقدي ما شاء الله. ما تنساش تقول ما شاء الله وتصلي على النبي وانت بتتفرج على الايه الحمام الجديد يا صاحبي. كمان جبنا النتايه اللونج فيس ديت، لان في نتايه عندي بدات تبيض بيضه واحده وفي نفس الوقت عاوز اريحها. فبالصدفه لقيت النتايه اللونج فيس ديت عند صديق ليا بسم الله ما شاء الله، هي بدبلة غاوي معروف مفيش داعي لذكر اسمه، من حلاله الطيب يعني. ربنا يطرح فيها البركه ان شاء الله ونفرخها ونقلب الالوان. يمكن الفتره الاخيره لاحظت عندي في اللونج فيس ان الالوان دايما بتطلع غامقه، فعشان كده بدات برضو ان انا ادخل فواتح. يعني انا قاصد اجيب النتايه ديت بحيث ان انا احسن المستوى، احسن اللون برضو، وخصوصا ان حمامه جميله ما شاء الله. ربنا يطرح فيها البركه باذن الله. طبعا انا بحب الحمامه الصوالو، فكان عندنا نتايتين كنا طالقين احنا حتتين، حته كمونيه وحته زرقاء، كانوا عش اخوات. ربنا كرمنا جبنا الذكر اللي جوه دوت النتايه ديت عشان يبقوا قص كمونيات زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. طبعا النتايه ديت مخروطه، وده الذكر لسه جايبينه جديد ما شاء الله. وكمان طبعا كان عندنا النتايه الزرقاء جبنا لها ذكر اهوت شاب ما شاء الله ربنا يبارك، بحيث ان احنا يبقى عندنا في الصوالو لونين، الازرق الفري دوت والكمونيات. وربنا يكرمنا ان شاء الله برضو ندخل قريب الصفر والحمر، لانها حمامه جميله سهل فرخها. هي فيها عيب من اخطر العيوب في الحمام، يمكن هبقى اتكلم عنه في فيديو، ان هو من الحمام الصعب ان انت تعرف ذكر ولا نتايه الا بعد ما يفك العشر، ولازم يعني في معظم الاحيان ان انت تعزله لوحده عشان يكشف معاك. ودي الحيره دايما اللي بقع فيها انا شخصيا مع الصوالو والمفتلات. وكمان جبنا ذكر كريزلي. الذكر ده عجبني لانه لسه شاب، كنت قاعد عند صديق ليا فاتح محل وعنده سلاكه، فلقيت الذكر دوت يمكن لفت نظري، لونه مميز شويه وفي نفس الوقت ذكر لسه فيه يعني خشانه، يعني وشه كمان هيحلو عن كده وجفونه كمان هتحلو. فذكر مدبل، بس طبعا تقريبا دبله شعبيه يعني بتاعت حد من الغوال المحترمين، لكن مش بتاعت سبق. لكن الحمامه نفسها شكلها عجبني، فخدتها من صاحبي دوت، بحيث ان شاء الله ربنا يصلح الحال لو نزلت الجمعه الجايه السوق هدور على نتايه شبيهه ليه او نتايه بيضه، لان الذكر دوت لو خد نتايه شبيهه ليه او نتايه بيضه هيطلع حمام الوانه جميله. وخصوصا ان انا من غوات الحمام الكريزلي يعني بالوانه بدرجاته كلها، اذا كان كريزلي اخضر او زي ما بنقول شعله او اي لون تاني من الكريزليات حمر. انا بحب الكريزليات. كمان لازم افكر حضراتكم بنقطه مهمه جدا، موضوع الحشرات الفتره اللي احنا فيها ديت مهم جدا، ولما تدخل حمام عندك لازم تقضي على الحشرات قبل ما تدخله، لان الفتره اللي فاتت ديت لاحظت ان في ناس كتير بتشتكي من موضوع الفاش. وتاكد ان الفاش لو دخل الغيه بتاعتك هيدمرك، مش بس هيدمرك كماديا، لا هيسبب لك الم جسماني، لان الفاش صعب القضاء عليه. فواجب عليك قبل ما تدخل حمام الغيه بتاعتك اقضي على الحشرات، اذا كانت فاش او سوس ريش او حتى دبان. ارجو ان شاء الله ان الفيديو يكون عجب حضراتكم واستفدتوا منه وفرجتوا على الحمام الجديد. طبعا انا مش حابب ان انا اذكر اسعار في الفيديو دوت. ولو حضرتك لك اي استفسار حابب تسالني عليه بخصوص الاسعار تقدر تسالني عليه في الكومنتات. لكن انا مش ببيع الحمام ده يا جماعه، انا طبعا معروف ان انا ما بخرجش غير زغاليل. ارجو ان شاء الله ان الفيديو يكون عجب حضراتكم وافادكم، وما تنساش لو اول مره تشوفنا على قناتنا تشترك معانا في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده. ولو حضرتك من متابعينا القدامى يا ريت تدعمنا بلايك عشان الفيديو بتاعنا ينتشر اكتر. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله.